في الفيديو ده جايب لكم تطبيق بيعلم انجليزي، بس مش تطبيق عادي. تطبيق بيعلم ازاي تعمل جمل، بيعلم كلمات، بيعلم ابجدية، بيعلم حاجات كتير. انا اول ما شفته عجبتني فكرته وقلت ده صايع جدا ولازم اعمل عليه فيديو. طبعا من غير ما اقول لكم الفيديو هيبقى من ضمن سلسلة ازاي تطور من لغتك، يعني ما اعرفش عن التطبيق اي حاجة واول مرة هجربه معاكم. فاول حاجة كده بس انزل تحت ادعمني بلايك واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، ويلا بينا نبدأ. هو ده شكل التطبيق، اسمه Fun Easy Learn. التطبيق ده بيعلم لغات كتير جدا وليه كذا نسخة على كل بلد، يعني بيعلم العربي، بيعلم ألماني، فرنساوي، إنجليزي، بريطاني وأمريكي ولغات تانية كتير قوي. ده البرنامج الرئيسي بتاعهم وفيه كل اللغات، أنا عشان كده حملته. ندوس عليه ونقول بسم الله. أوكي، أول حاجة كده بيجيب لي واجهة وكام حاجة، ندوس Next. choose native language. اوكي، بيقول لي اختار اللغة اللي زي الام بتاعتنا، فاحنا العربي. فين العربي؟ العربي اهي. حلو، حول لي التطبيق على طول العربي. ندوس التالي. اريد تعلم الانجليزية البريطانية والامريكية او الالمانية. زي ما انتم شايفين كل دي لغات ممكن تتعلموها، فاحنا نختار الانجليزية الامريكية. تمام. والايه دي تقريبا فيدباك من ناس، يعني الناس كتبوا وراهم على التطبيق ده. هندوس التالي. افتح بريميوم. طب ده هيديني ايه مميزات ايه لو اشتركت؟ قواعد الابجديه، يعني هيديني قواعد وهيديني 11,000 كلمه وجمله ومراجعه وبحث مفضله. امال لو انت هتدي ده كله، امال التطبيق فيه ايه طيب؟ ولا هو ده موجود في التطبيق وفي البريميوم؟ المهم هنكتشف. ندوس اكس. لقد وصلت بعد خطوات اخرى، مش عارف ايه، استمرار. كم عمرك؟ ماشي، احنا نحط من ده لده. حدد هدف التعلم اليومي، انا اختار متوسط 10 دقايق. حلو. التالي. افضل وقت الارسال، ندوس تخطي دلوقتي. بيقول لي اسجل. تمام، ممكن ندوس فيما بعد لو انا مش عايز اسجل، بس انا هسجل. بحب اسجل عشان اشوف الخيارات والاوبشنز اللي هيديها لي. 1 minute 37 seconds later. تمام، سجلت. فقال لي هل تريد اختبار مستوى المفردات الخاص بك؟ يا اما اقول له لا انا مبتدئ، يا اما اقول له وهيخليني اخد اختبار. بصراحة عايز اخد اختبار، بس انا هتعلم كأني مبتدئ خالص ونعمل اتفاق. اول ما اخلص التطبيق خالص هعمل له كلير داتا او امسحه اثبته من الاول. بعد كده هدوس اريد اجراء الاختبار، بس خلينا دلوقتي ندوس انا مبتدئ. تمام، التطبيق بيفتح معانا. اول حاجة كده انا شايف ان في 3 عناوين فوق: كلمات وجمل والابجدية. طبعا احنا اعتقد لو هنبتدي من الابجدية، فدي الابجدية هنبقى نشوفها، والكلمات اللي احنا كنا فيها، واللي على اليمين الجمل. انا عجباني تقسيمته كبداية كده. واحنا زي ما متعودين بنكتشف الواجهة الاول. تحت احنا في ايقونة اسمها تعلم، اللي جنبيها انت، ده البروفايل بتاعي، اقدر اعمل تعديل ومش عارف ايه. محفظة، ده معناه ان احنا بنجمع حاجات تقريبا. التقدم يقول لي انا خدت او حفظت كام جملة وكام كلمة. والقواعد، ده في قواعد كمان ما شفناهاش. وتحت لا، في حاجات كتيرة جدا. والمسار، اتعلمت كام يوم، والالعاب اللي لعبتها. لا عجباني بصراحة دي. ودي الاحصاءات. لو جينا فوق ممكن مراجعة الابجدية. احنا طبعا ما اتعلمناش حاجة. اللي هنتعلمه ممكن نحفظه هنا تقريبا. وفي المفضلة، المفضلة لو نحفظ حاجة عجبتنا، والمراجعة دي عشان نراجع. حلو. اللي على الشمال خالص ده المزيد. في الدروس هنا. تمام، مقسم لي حاجات كتير، اعدادات ومش عارف ايه وكده. المهم نرجع. في فوق هنا علامة الانجليزية البريطانية. ما اخترتش البريطانية، انا اخترت الامريكية. ولا انا اخترت البريطانية؟ فاحنا نختار الانجليزية الامريكية. استنى كده نشوف الاعدادات. في اللغة الام، انا ممكن اغير اللغة الام. الاعدادات، ايه ده كله؟ المهم ما علينا. انا مش عارف، انا تقريبا اخترت الانجليزية الامريكية، بس هو مش عارف ليه جايب لي البريطانية بصراحة. ايه لو دوست اضافة درس دي؟ اختار درس. انا اختار الامريكية. هل ترغب في اضافة هذا الدرس؟ اضف. انا مبتدئ. احنا دلوقتي حولناها على الامريكية. نيجي للابجدية. ندوس اول حاجة كده على الاي بي سي. ندوس كده اول حاجة على الاي بي سي. ايوه. اوكي، الحروف كلها. اي. ابل. تمام، حلو حلو. ودوسنا هنا تاني هيقراها وجايب لي صورة. حلو. وجايب لي الحرف بيتنطق ازاي. في سهم هنا صغير على الشمال، لو دوست عليه بيعمل ايه؟ بيخلينا ارسمها. حلو، بيقول لي بتتكتب ازاي. طب ندوس استمرار. بيخلينا ارسمها. انا كده رسمتها، وادي 2. وعامل لك السهم كاتب لك رقم 3، يعني السهم ده الاول التاني التالت. لا بصوا، انا عملت حركة خط طويل، فقال لي عمله لي بالاحمر وقال لي بخط اخضر اعمله كده. ايه ده برضه؟ طب نعيد. ادي 1، ادي 2، ادي 3. هنفشل في كتابة حرف الايه ولا ايه؟ تمام، استمرار. ايه، دلوقتي ما اكتبه انا لوحدي من غير ما هو يقول لي او يعمل لي حروف يعني وارقام. حلو حلو، استمرار.
ارسمه بقى دلوقتي، بس كل مدى بيصعبها لي. في الاول جايب لي الخطوط مرقمة واعمل كده، تاني حاجة شال لي الترقيم بس عمل لي خطوط يعني اللي هو خط فراغ خط فراغ، مش عارف اسمها ايه، اسمها خطوط منقطة. منقطة يا جاهل. تالت مرة شال لي الخطوط الصغيرة دي. حلو حلو، ده كان الكابيتال دلوقتي السمول. يقول لي واحد اعمله كده، بعد كده اتنين. لازم دايرة بعد كده خط. حلو، ادي كده دايرة. الله، دايرة بعد كده خط. سلام. استمرار. ما طب ماشي، ينفع تخطي جميع العاب اللي مش عارف ايه دبليو دي. ثانية بس، هو كان دي المفروض كانت اختيارات يعني، بس هو كانت الاختيارات مش باينة. ايه حرف متحرك. حلو، بيعلمني الحروف المتحركة. ابل ندوس تمام. انا كده خلصت النهارده. اضغط على الشاشه لتخطي مش عارف ايه. استمرار. كده انا خلصت حرف الايه، وعلم لي عليه بالبرتقاني. طبعا الحروف كلها موجوده. حلو قوي. مش جايب لي الحروف كلها حروف مقفوله عشان تقريبا. ايه ده؟ تم قفل الحرف لفتح هذا الحرف، عليك الذهاب الى المتجر والاشتراك. طب الاشتراك في ايه بقى؟ يعني مش كل الحروف مجانية. دي زعلتني بصراحة، عشان انا كنت متفائل بالتطبيق ده قوي. مكتوب الغاء قفل كل حروف الابجدية، يعني مش كل الحروف الابجدية مجانية. في الغاء قفل كل الكلمات، ده معناه مش كل الكلمات مجانية. وفي نفس الوقت فتح جميع الجمل، معناه ان مش كل الجمل مجانية. دي ضايقتني بصراحة. يعني احنا هنتعلم لحد حرف الجي. ماشي مفيش مشاكل. مشاهدة الدورة التعليمية. علامة اللمبة اللي فوق دي بيساعدني. الشكل. ماشي، طب انا المفروض اعمل ايه بقى؟ طب عرفت والله. بي بيجيب لي ايه ده؟ اضغط على الرجوع للخروج. تمام ماشي، شكرا. رجوع. طيب. يو بي زائد ار. ما خلاص بقى. هو ليه عمال يطلع كل شوية؟ المفروض اطلع من اللي هو بيقولهولي ده. انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ تمام، انا طلعت بصراحة عمال يعمل لي حاجات ويورينا حاجات، ومش راضي يخلينا ندوس على اي حاجة. لو دوسنا على حرف ال A وعلامة التفاحة، تمام، جايب لي كذا امثلة. ابل، ماب، كاميرا، عندك فيس، ابريل. تحت عندك ترين، بلاي. يعني مثلا لو قلنا الترين والبلاي. تمام، يعني اللي هو مثلا ال A اللي بيجي بعديها I. لو دوسنا هنا الثلاث نقط، اظهر تفسير القاعدة. حلو. حلو البتاع ده. فين بقى تفسير القاعدة؟ تمام، تيجي نشوف الحاجات اللي تحت. اعتقد اللي على الشمال ده ان انا انطق ال A. ايوه مظبوط، بس انا هدوس ديناي عشان البرنامج اللي بصور بيه ما اقدرش اسجل صوتي بيه. ايه علامة السلحفة دي؟ بيبطئ لي الكلمة. هنا بيقولها عادي. حلو. لو دوسنا برضو على السهم اللي على الشمال ده، بيغير لي الكلمة بين. بيجيب لي كذا مثال. لو دوسنا الثلاث نقط اللي فوق هنا، تقدم اللعبة مش عارف ايه، اقدر اعمل سرعة التحدث. تمام. نرجع. ده كله في حرف ال A بس. بعد كده ندخل على B وال C وال D وال E. مثلا لو دخلنا على ال G، مقفولة. اوكي. طب ال F مقفولة. ال E مقفولة. ال D مقفولة. كله مقفول ما عدا ال A وال B. يعني المفروض هو كان في الأبجدية فاتح لي لحد حرف الجي، إنما في التعليم ده، في اللي هو يقعد يقول لي أمثلة للكلمات على الحروف، جايب لي بس ال A وال B. نيجي للكلمات. هو جايب لي أشخاص، عائلة، حب وصداقة، هوية، حاجات كتير. وده شيء لذيذ، بس الله أعلم مفتوحين ولا مقفولين. فاحنا هندوس على أول حاجة كده، الأشخاص. ايه ده؟ هي كانت متداس عليها. تمام. الأشخاص بتنقسم للعائلة والحب ومش عارف ايه. نجيب العائلة family. mother. تمام. father. تمام. دي العائلة. هنا عندك ايه تاني؟ فيه العمر وأحداث الحياة. baby رضيع. child. تمام لذيذ. أقدر أكبر الصورة. adult. تمام. أقدر أكبر الصورة وأصغرها. قشطة لذيذ. ده بالنسبة لي الأشخاص. ممكن أجيب وصف الأشخاص. الصفات الشخصية 1 و2 وجسديا. نشوف كده الصفات الشخصية 2. كسول، ليزي، خجولة، فظ، رود. تمام. ايه ده بيقول لي ادعو صديق واحصل على 1000 زهرة. لا شكرا مش عايز. تعلم 6. لا شكرا مش عايز برضو. عشان انا اتعلمت كام كلمة فعمل لي زي ما تقولوا ملالي الدايرة برتقاني شوية. يعني انا خلصت منها شوية. دوست عليها تاني فقال لي اللعبة القادمة. انا ممكن اختار من دول.
في دي مفردات ألعاب مختلفة، استمع واكتب، اكتب كلمة، اربط بين الكلمات. دي حاجات حلوة بصراحة. تعالوا كده نيجي اربط بين الكلمات. اه حلو، بيختبرني في الكلمات اللي هو لسه قايلها، وهنا بيغششني اسحبها كده يعني. حلو حلو حلو. عندك رود اللي هي فظ، ليزي اللي هو كسول، جريدي اللي هو جشع، باسيف خاملة. قشطة. حلو. استمرار. في ألعاب تانية قشطة. تيجي مثلا خلينا نختار كلمة: فظ، رود، خاملة، باسيف، شاي، ليزي. لاحظوا ان انا كل ما ادوس على كلمة صح، مش عارف، النحل والورد ده بيزداد فوق. يعني مثلا انا 24 و12، لو دوست على جريدي بقى 30 و15. فكويس، انا عجباني الالعاب دي بصراحة، يعني ما اكدبش عليكم، لذيذة بأمانة. ايه العاب مختلفة دي؟ بيجيب لي تقريبا عشوائي. فظ اللي هي رود. اكمل. حلو. عندك فين الايه؟ اي في. تمام. دي كانت شاي. فين الاتش؟ خجولة. في الواي. ايوه. تمام. العاب حلوه. كل الالعاب اللي موجوده بقى، بس ايه بيجيبها لك مع بعض. كسول اللي ولو انت اتاخرت فبيجيب لك ايه، صباع او سهم كده، بيغششك بالاجابه. اوكي، حاجات حلوه بصراحه. ندوس رجوع. اقيمه. هقيمك بس مش دلوقتي، اصبر. صفات جسديه، حالات جسديه، مش عارف ايه. نشوف كده المشاعر: حب، لاف، اوكي، هوب، كير، تمام، فير، اشطاط. حاجات حلوه. موضه كاتبينها موضه. ماشي. خلينا نشوف الجسم. حلو. الجسم مفتوح لحد لا، مفتوح تقريبا. والمنزل مفتوح برضو. انا عايز اشوف بس ايه، عايز اشوف هو مفتوح هو تقريبا مفتوح كله ولا ايه. خليه كده. طب نجيب اخر واحده: اقسام الكلام الاخرى. ايه ده؟ حروف الجر والضمائر. الضمائر كاتبينها الضمائر، هما تقريبا الضاد بيكتبوها ضه، مش عارف ليه. المهم حروف الجر. ايه ده؟ حلوه دي. اللي هو جايب لك الكره بالاحمر فوق المربع، فبيقول لك دي على. بيقول لي دوس على الثلاث نقط ليه؟ تعلم هذه الكلمه. ومهم علينا تحت، جايب لك الكره بس متعلمه بقى تحت. ان في، جايب لك الكره جوه. نير قريب من، كره جنبها. بتوين في النص. خلصناها. حلوه دي برضو، بيعلمك بطريقه سهله بصراحه، واكيد عليها العاب. دي كانت ايه؟ راحت فين؟ هي كانت حروف الجر في الضمائر: اي، يو، شي، هي، ات. حلو حلو. العطف: and، or، if، but. حاجات حلوة بصراحة. ولما تيجي تتعلم الحاجات دي وتلعب الألعاب بتاعتهم، هتتعلمها أكتر بصراحة، وهتتحفظ في دماغك أكتر. فأنا مش هلعب دلوقتي دول. أنا في حاجة بس عايز أشوفها، آخر حاجة: الاتصالات. لا، كانت في حاجة راحت فين؟ أيوة، هي الظرف. ظرف الزمان. حروف الاستفهام. خلينا نشوف كده الظرف: now، today، tomorrow، yesterday. هما بس التلاتة دول. اعتقد في النسخة البريميوم بيديك حاجات اكتر، اعتقد، عشان انا شايفهم بصراحة حاجات قليلة. انا هنا مش شايف ان في حاجة مقفولة خالص، كله مفتوح، ولكن حاجات قليلة شوية. فاعتقد يعني مثلا الحيوانات اكيد مش هيجيب لي كل الحيوانات، صح؟ ده مقسمهم: حيوانات أليفة وبرية وطيور وبرية ومنزلية وبرمائيات والحشرات وصغار الحيوانات. يعني الأليفة مثلا كات والدوج والكاو، هورس، بيج. 5 حيوانات بس. ايه المزيد من المواضيع لو دوسنا عليها؟ موضوع الحيوانات فيه 12 موضوع فرعية، فقط 7 منها متاح فيما بعد. 1 2 3 4 5 6 7 بس. مظبوط. طب لو احنا جبنا بقى تحت خالص، اللي هي اللي راحت فين؟ ايوه، الاظرف دي. لو دوسنا على دي يقول لي في 7، 2 منهم مفتوحين بس، يعني في 5. انا برضو بقول ان الحاجات دي قليلة، بس الحاجات برضو مهما كانت كويسة. الجسم هنا مفتوح منه 4، بس هو متاح 5، يعني في واحدة بس هي اللي مش موجودة. هي ايه بقى؟ الله اعلم. وصف الاشخاص موجود منه 1 2 3 4، مش موجودة العلامة. فالاشخاص كله مفتوح. في حالات الطوارئ. ايه المواقف الطارئة دي؟ help، run، fire، be careful، اشتاط. شوية حاجات ايه: تكوين اصدقاء، الموعدة، طائرة، سيارة. دي برضو مفيدة. الحاجات الأساسية لو أنت لسه بتبتدي إنجليزي، الحاجات دي ممكن تفيدك إن أنت تكون جمل أساسية. كل الجمل برضو فيها ألعاب. ده بالنسبة للإنجليزي. ده برضو هيبقى برنامج حلو مثلا لو انت حبيت تتعلم ألماني، فرنسي، أي لغة وانت مش عارف فيها أي حاجة. فهتجيبها، هتتعلم الأبجدية، نص الأبجدية، الباقي هيقول لك اعرفه انت لوحدك بقى. وهتتعلم كلمات أساسية، وكلمات بصراحة مفيدة. يعني ما اكدبش عليكم، حتى مش كلهم ظاهرين في النسخة المجانية، ولكن الحاجات اللي موجودة بصراحة أنا شايفها كويسة. وهي آخر حاجة الجمل، إن أنت تكون جمل أساسية
تقدر تعيش بيها، تقدر تقول ازيك ومش عارف ايه وهلب والجو اللي احنا شفناه ده كله. فبس هو ده التطبيق، مفهوش اي حاجة تانية. انت دي اللي هي نشوف زاد فيها ايه، 0 كلمات. ايه 0 كلمات يا عم؟ ما انا عملت حاجات كتيرة. اوكي، المراجعة الابجدية، حط حرف الايه عشان هو الحاجة الوحيدة اللي خلصناها. المفضلة احنا ما حطيناش اي حاجة في المفضلة اصلا بريميوم فماشي، ولا كأننا شفناها. ايه المستويات دي؟ مبتدئ، كلمات اساسية. قشطة قشطة قشطة. الكلمات لو احنا في المبتدئ هيدينا 500 كلمة بس، المبتدئ 700 كلمة بس. لو دوسنا عليها اشتراك، يعني اول حاجة بس اللي مجاني، الباقي كله باشتراك. في لحد متقدم 2. يعني بصراحة البرنامج مليان من أوله لآخره، مليان حاجات كتيرة بأمانة. بس المشكلة الحاجات الفري أو المجانية مش كتيرة. الجمل نفس الحاجة لحد 550 جملة، خبير 2. طب هو الاشتراك بكام أصلا؟ الاشتراك عندك دفعة مرة واحدة $209. ليه يا عم؟ $210 يا عم، قول $200. $200 ليه؟ والاشتراك الشهري ب$15. قشطات. ممكن، انا شايف ان المبلغ كبير عليه بصراحة. هو حلو بس في برامج تانية بتعلم برضو مفردات وجمل وكده ببلاش، يعني مش هقولك بسعر اقل، لا ببلاش. فهو ده تقريبا التطبيق كله. تمام، حان وقت التقييم. هو ده التطبيق في الجوجل بلاي. زي ما قلت لكم ان في برامج كتير لكل لغة، يعني مش لازم تنزل النسخة الرئيسية وتختار اللغة اللي انت عايزها، ممكن تنزل على طول البرنامج تبع اللغة الخاصة بيك. في طبعا كل دي لغات، في حاجات كتير تحت، فاحنا خلينا في ده. وعلشان نديله تقييم، اول حاجة طبعا ما عجبنيش ان اغلب الحاجات بفلوس. هما مدين لك جزء بسيط ببلاش ومدين لك الجزء الاكبر بفلوس، فدي ما عجبتنيش خالص بصراحة. حسيت ان هو حاكمني في حاجات بسيطة جدا. الحاجات البسيطة دي ما زالت كويسة مش وحشة. لما جيت اشوف برضو الاشتراك لقيته $210، كتير قوي بصراحة، وانا مش هقعد ادفع له. او ممكن اشترك شهر واحد وفي الشهر ده اخلص. يعني بصوا، احنا مش هنضحك على بعض، مش هخلص كل حاجة في شهر واحد. فانا لو هديله ريت، هو يا اما 2 يا اما 3. تمام. حاجة حلوة برضو ان هو مفهوش اعلانات اطلاقا، فدي عجبتني برضو. ممكن انتوا ما تكونوش لاحظتوها بس انا ملاحظها. عجبتني برضو الالعاب اللي فيه، بامانه فيه العاب كتير والعاب حلوه، وانا عن نفسي استمتعت الى حد ما وانا بلعب. فبسبب الفرايتي في الالعاب او التنوع في الالعاب انا هديله 3. انا كنت عمال افكر ممكن اديله 2 بس لا، بسبب الالعاب الكتيره اللي فيه فانا هديله 3 بصراحه. بس ما عجبنيش برضو ان هو لما بقعد وقت في السؤال بيجيب لي صباع ويغششني الاجابه. اللي هو انا يا عم، انا مش عايزك تغششني الاجابه يا عم، انا عايز اعتمد على نفسي. فانا هديله 3. هي مفروض 2.5 بصراحه ربنا، بس انا هديله 3 مش مشكله. وندوس بوست. وزي ما عدتكم انا هعمل الاختبار، مش عايز بصراحه الفيديو يطول، فانا هعمل الاختبار بسرعه. تمام، زي ما وعدتكم في بداية الفيديو ان انا بعد ما اخلص التطبيق اريد اجراء الاختبار. فهنيجي نختبره دلوقتي. اتمنى بس ان الفيديو ما يكونش طول. لو كان طول ممكن اعمل سكيب للاختبار واجيب لكم النتيجة في الاخر. لو الفيديو تمام ممكن اجيب لكم الاختبار كله. فالمهم ندوس نعم، اختبر مش عارف ايه، بدء الاختبار. تمام، تحميل. هو بيحمل، ماشي خليه يحمل شوية. تمام، ده اول سؤال. فقال لي كلين ولا ساكس. طبعا انا هدوس كلين يعني نظيف. قشطات. طب بصوا، عشان انا الموضوع شكله مطول، انا ممكن نرجع لاخر الاختبار واقول لكم مثلا غلطت في قد ايه ونتيجتي كام. قشطات قشطات. 3 hours later. اوكي، بناء على نتائج اختبارك نقترح ان تبدأ تتعلم من المستوى 6. انا ما غلطتش في ولا اي حاجة، فمش عارف بقى مستوى 6 ده اعلى حاجة يعني ولا مش عارف. لاحظت في حاجة انه في اسئلة بيقول لي اكتب فيها الحروف، فلما باجي ادوس على حرف غلط مش بينقل لي السؤال اللي بعده واقول ان انا اتلخبطت. لا، ما بيطلعش من السؤال الا لما اكتب الكلمة صح. يعني كلمة ليذر، وجاب لي سؤال على كلمة ليذر، انا نسيت حرف الايه، كتبت التي على طول، فهو قال لي لا غلط. فرجعت كتبت الايه تاني وكمل السؤال. هل هو كده اعتبرها غلط مثلا او مش عارف؟ بس هو المستوى 6 هو اصلا كام مستوى؟ فانا هل ترغب بدأت على مستوى 6؟ هدوس نعم. ابدأ التجربة. المستوى 6 مقفل. لا سأتعلم المستوى 1. يعني هو كده كده بيرغمني ان انا اتعلم المستوى 1 اللي هو بس مجاني. فزي ما انتوا شفتوا ده كان التطبيق. يعني حتى بعد ما عملنا الاختبار وقال لي انت هتبتدي من المستوى 6 معرفتش، لازم اشترك.
تطبيق لذيذ كبداية زي ما قلت لكم. فبس ممكن تجربوا تنزلوا التطبيق، هتلاقوا اللينك بتاعه تحت في الوصف، وتجربوه تتعلموا كم جملة على كم حرف على كم كلمة. او برضو مهما كان الجزء المجاني فيه لذيذ عجبكم قوي، ممكن ساعتها تشتركوا في النسخة اللي بفلوس. فبس، ولو الفيديو عجبكم انزلوا تحت ودعموني بلايك، وشيروا الفيديو لو استفدتوا بيه علشان غيركم يستفاد، واشتركوا في القناة لو كنتش مشتركين. وبس كده خلصنا. سلام.